تخيل ان اخر مره هتنام فيها في حياتك كانت النهارده، فيا ترى هتقدر تعيش فعلا؟ في مرض اسمه الارق العائلي المميت، واسمه كده لانه مش بيمنعك من النوم بس، ده بيقتلك ببطء وعينيك مفتوحه. المرض ده نادر جدا وتم اكتشافه في السبعينيات على يد دكتور ايطالي لما شاف حماته بتموت قدام عينه وهي صاحيه، كانت فاقده القدره على النوم خالص، ومع الوقت بقت ما بتقدرش تمشي وتركيزها ضاع، وبعد شهور من العذاب ماتت. بعدها اكتشف ان المرض ده بيجي من طفره جينيه، وانه جوه العيله وبيتورث من اب لاولاده. باختصار كده في جين اسمه بريني، ده بيعمل بروتين طبيعي في مخك، لكن الطفره الوراثيه دي بتغير شكل البروتين لشكل تاني اسمه بريون، حاجه لزجه زي العجينه كده. بعدين بتبدا تتراكم في منطقه اسمها المهاد، ودي المنطقه المسؤوله عن التحكم في النوم في الدماغ. التراكم ده بيدمر المهاد حته حته لغايه لما المريض يقعد شهور بدون ما يغمض عينه ولا مره، ويفضل يتعذب لحد ما يموت. المرض ده ملوش اي علاج ولا اي ادويه ولا اي منومات. اما بقى المرعب هو ان العلماء لسه مش عارفين ليه المرض ده ما بيظهرش غير في سن ال40. يعني انت ممكن تكون حامل للجين ده من يوم ما اتولدت وتعيش حياتك عادي وتتجوز وتخلف، وفجاه وانت في عز شبابك تتصدم بالمرض ده. فاحنا نحمد ربنا على نعمه النوم وعلى حاجات كتير بناخدها كانها عادي، وهي في الحقيقه اكبر نعمه في حياتنا. تشرب